صورة رائعة. الزاوية التي تم التقاطها من الزاوية رائعة. شكر المصور. الألوان تناسق عجيب، يعني شوف النظارة. والله لا أسخر منك يا سيادة الوزير، أنت أنا. صورة رائعة للزمن والتاريخ. كاريزما، هيبة، وسامة، ذوق استبعادي. الشيء الوحيد اللي ما عجبنيش وحسيت انها بتشوه الصورة تمام، اللي هي سنحرر صنعاء. كبيرة، يعني نحب صنعاء. اكتب نعشق صنعاء عادي. ما مثل صنعاء اليمن، صنعاء والحب عندك عبارات كثيرة غير سنحرر صنعاء. ليش؟ أولا لأن العبارة هذه مستهلكة، يعني أكثر من 10 سنوات والوزراء وزير بعد وزير وهم بيرددوا نفس العبارة. أحيانا يغيروا قادمون يا صنعاء، سنحرر صنعاء، الصنعاء، يعني فهمت؟ ولم تحرر ولن تحرر. الأهداف العظيمة لن تتحرر على أيدي الأقزام. هذه قاعدة كونية، لا يمكن. الأهداف العظيمة لأنه تحرير صنعاء هذا حلم كل يمني، وأن تعود الدولة، وأن يعود النظام، وأن يعود القانون والأمن والأمان. أهداف عظيمة. يعني بالله عليك أن تسأل نفسك بينك وبين نفسك، هل أنا أقدر أحقق هذا الهدف العظيم؟ ولا تسويق شعارات زي ما الحوحو بيسوق شعارات؟ هذا بحث آخر. يقول حتى تحرر كولومبورا بعدك. لكن لا، تعبنا احنا تعبنا الشعارات. فهمت؟ طيب ايش اسوي؟ انا اقول لك، واذا انا عمري قعدت وزير ولا شيء، لكن ايش تقول لك وتفعل. اول خطوه يعني ابدا بتحرير مارب من الفاسدين والمفسدين. ابدا حرر الطريق من قطاع الطرق، من المتهبشين، من اللصوص. خلي اليمني يروح بلده ويمر من جنبكم ويخطأ وهو آمن. إذا استطعتوا أن تحرروا الطريق وأن تحرروا يعني مارب من الفساد ومن المحسوبية ومن البببب والتددد، أعرفوا أنكم ستحررون صنعاء. هكذا. هي ما هو نسيتوا الأشياء اللي كانوا يدرسونها أيام إخواننا في الله دعوتنا صفاء. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. خبر. إذن أول شيء أقيموا العدل، أقيموا السلام، أقيموا الأمن، وبعدين فكروا في أن تحرروا. أول شيء نبدأ بتحرير أنفسنا من الفساد والمحسوبية وقطاع الطرق وبعدين نفكر أن نحرر صنعاء من الفساد والحوثة ولا. هي هكذا نواميس كونية لا نستطيع أن نتعداها أو نتجاوزها يا أمة إسلامي. سلام.